المومياء السوداء تعتبر واحدة من أهم 10 مومياوات تم اكتشافها عبر التاريخ. عمر هذه المومياء ما بين 5400 و 5600 سنة قبل الميلاد، مما يجعلها أقدم بكثير من أي مومياء موجودة في الدول المجاورة. وفي مصر القديمة وجدت المومياء الطفل في أشهر المناطق الصحراوية التي تعرف بها ليبيا، جبال صخرية تقع جنوب غرب ليبيا فيما كان يعرف بإقليم فزان وضمن الصحراء الكبرى، وهي جبال أكاكوس أو إيكوكاس كما هو معروف بلغة الطوارق. يوجد في أكاكوس مجموعة مختلفة من المناظر الطبيعية الخلابة، فمن الرياح الرملية الملونة إلى الأقواس الصخرية والأحجار الضخمة إلى الوديان الممتدة. من أهم المواقع في المنطقة قوس أفازاغار وقوس تنخلجة، وتشتهر هذه المنطقة بكهوفها القديمة، كما أنها غنية بمجموعة من المنحوتات واللوحات المنقوشة على الصخر، أعلنت من قبل اليونسكو كموقع للتراث العالمي عام 1985 بسبب أهمية هذه اللوحات والمنحوتات، والتي يعود تاريخ بعضها لآلاف السنين. وكلوحة خلابة الجمال تجتمع الثقافة والطبيعة، فيما تعكس المنحوتات لزرافات وفيلة ونعام وجمال ومجموعة من الناس والأحصنة تعكس ما كانت تزخر به تلك المنطقة، وكأن تلك المنحوتات تقول: هنا كانت حياة وحضارة.